أعزائي المشاهدات والمشاهدين، أسعدكم مساءً، أهلًا وسهلًا، ونرحب معكم بضيفي العزيز الأستاذ الرفيق جبير الأشقر، الكاتب والأكاديمي المعروف. شكرًا رفيقي مساء النور. العزيز، مساء الخير، وشكرًا لتلبية دعوتي لهذا اللقاء الذي أحسه مثمرًا ومفيدًا لي ولمتابعين قناتي. أعزائي المتابعين، طبعًا تعرفون قناة هِوَى تبث برامجها باللغة الكردية عادةً، ولكن أحيانًا أرى من الضروري أن أجري عدة برامج باللغة العربية، وهذا البرنامج يكون حلقة من حلقات البرنامج حول سوريا وما يجري في سوريا. ضيف اليوم الأستاذ والرفيق جبير الأشقر غني عن التعريف، ولكن آآ يبدو أو ربما بعض المتابعين لا لم يتعرفوا على الرفيق جبير عن قرب، ولهذا فأعرفه كالآتي: هو أستاذ فخري في الدراسات التنمية والعلاقات الدولية في معهد الدراسات الشرقية والأفريقية سواس في جامعة لندن. عنده كتب عديدة منها صدام الهمجيات، السلطان الخطير، السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط مع نوام تشومسكي، العرب والمحرقة النازية، حرب المرويات العربية الإسرائيلية، الشعب يريد، بحث جذري في الانتفاضة العربية والحرب الباردة الجديدة، الولايات المتحدة وروسيا والصين من كوسوفو إلى أوكرانيا. طبعا الأستاذ جلبير من المنظرين المعروفين، كل من يتابع الأدبيات السياسية وخصوصا الماركسية قد قرأ يوما ما مقالا أو كتابا للرفيق جلبير. طبعا كان بودي رفيقي العزيز أنه نتناول مواضيع مهمة تجري في العالم الآن. العالم عالم متحول بسرعة بصيغة دراماتيكية، في تحولات كثيرة بالعالم تحدث. وطبعا أنتم كتبتم حول هالأوضاع هاي كتب ومقالات، ولكن لأهمية موضوع سوريا ولسخونة هذا الموضوع اللي يتناول العديد بالبحث والتحليل، آثرنا في اللقاء هذا أن نبدأ بموضوع سوريا. سأكون سعيدا جدا إن وعدتني ببرامج أخرى حول المواضيع اللي ذكرتها. العالم وأيضا منطقتنا، منطقة الشرق الأوسط. طبعا أنا قبل البرنامج قرأت مجموعة من المقالات اللي حضرتك لحقت تكتبهم في هالفترة القصيرة هاي. شفت 3 مقالات منشورة في جريدة القدس العربي، وبالمناسبة للمتابعين إنه الرفيق الأستاذ جبير نشط جدا في كتابة المقالات، هو تقريبا متواصل في كتابة مقالات في جريدة القدس العربي. قرأت واحدة من هالمقالات هاي تذكر بها يعني خلفيات ما جرى في سوريا، وتذكر إنه النظام أساسا كان نظام مهترئ وآيل للسقوط، وأن التحولات اللي صارت في المنطقة كان لها تأثير مباشر: ضعف روسيا، ضعف إيران، وخصوصا الذراع أو ما يسمى بذراع إيران حزب الله في سوريا أدت إلى ما جرى في سوريا. والموضوع كان أكثر شيء سقوط وليس انتصار هيئة تحرير الشام. الأحداث اللي صارت والمجريات اللي صارت في غزة ولبنان أكيد أثرت بالموضوع، وهذا التأثير ممكن يستمر حتى في الوقت الحالي. كيف تشوف الربط بيناتهم؟ هل الموضوع هذا كيف أثر على وضعنا بالمنطقة ككل؟ حرب غزة وما جرى في لبنان، والآن اللي يجري في سوريا. أيوة، شكرا عزيزي، يعني مساء النور مرة أخرى، ويعني يسعدني أن أشارك معك في هذه الحلقة من برنامجك.
يعني الترابط أعتقد واضح يعني، وقد علق عليه الكثيرون. إمم. الترابط يبدأ أولًا من انشغال روسيا في حرب أوكرانيا. نعم. هذا يعني بدءًا من نعرف أن حرب يعني اجتياح روسيا لأوكرانيا بدأ في فبراير 2022. نعم. و وخلال يعني أشهر يعني تبين للحكم الروسي أن العملية أصعب مما توقع، فاضطر أن يحشد قوى من كافة الأماكن، يعني إلى حد أنه الآن بات يستعين بجنود من كوريا الشمالية، لا بل من اليمن. يعني هناك تجنيد لناس، اليوم قرأت تحقيق في هذا المجال، تجنيد لليمنيين للمحاربة في صفوف الجيش الروسي في أوكرانيا. نعم. يعني فبالتالي طبعا الجيش الروسي سحب يعني القسم الأكبر من قواه من سوريا بسبب هذا الوضع. يعني حسب ما قرأت يعني ومعلومات الصحافة الإسرائيلية، أن لم يبقي يعني الحكم الروسي في سوريا سوى 15 طائرة يعني، اهم. 15 طائرة. نعم. فطبعًا أقل بكثير مما كان لديه يعني في ذروة تدخله إلى جانب نظام بشار الأسد. نعم. ثم يعني على هذه الخلفية جاءت يعني مثل كما نعلم حرب غزة، يعني بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها حماس في 7 أكتوبر تشرين الأول 2023. ومنذ ذلك الوقت يعني وبدأت حرب الإبادة الصهيونية في غزة. تم إعادة اجتياح القطاع بأكمله. نعم. طبعًا هذه الحرب يعني مستمرة، هي حرب على الشعب الفلسطيني، يعني ليست فقط على تنظيم حماس، يعني بحجة حماس هي حرب على الشعب الفلسطيني، حرب إبادة فعلًا، يعني حرب يُقصد منها فعلًا الاستيلاء على قطاع غزة إمم. من طرف إسرائيل. لكنها بكل طبعًا هذه الحرب يعني اصطحبت يعني أو ترافقت في بعد مرور السنة الأولى عليها بهجمة على حزب الله في لبنان، نعم. وكانت هجمة عنيفة جدًا، و يعني آآ مدروسة بعناية. يبدو أن الرصد الاستخباري لحزب الله كان متقدمًا جدًا، وأدت الأمور كما نعلم إلى يعني قطع رأس التنظيم حزب الله. نعم. يعني ليس فقط قائده حسن نصر الله، اللي هو طبعًا آمم يعني ضرب يعني مجرد قتل حسن نصر الله يشكل ضربة كبيرة جدًا لحزب الله، لكن أيضًا العديد يعني في الحقيقة معظم أعضاء القيادة جرى قتلهم، وتسديد ضربة حاسمة قوية جدًا للحزب، للبنية العسكرية لديه في الجنوب وفي غير الجنوب، تدمير قسم كبير من المناطق التي يسيطر عليها هذا الحزب، يعني بمعنى نعم. المناطق المدنية. وهنا نرى طبعًا وحشية الحرب الإسرائيلية في عدم التمييز في النهاية بين مدني وغير مدني. نعم. طبعًا التأثير ذلك على سوريا كان واضحًا في بمعنى أن حزب الله كان قوة أساسية من دعائم النظام السوري. بكل يعني تأكيد. لو عِدنا لعام 2013 في بداية الحرب في سوريا، في عام 2013 كان النظام بشار الأسد في وضع صعب، في وضع حرج.
نعم. في مواجهة المعارضة السورية. و... و... وعندها تدخلت إيران لنجدته، وكان التدخل بدءا من ربيع 2013 من بلدة قصير في القريبة من الحدود اللبنانية. ومنذ ذلك الآن جرى انتشار لحزب الله، يعني أرسل آلاف المقاتلين إلى سوريا. وطبعا إيران أرسلت أفواج أخرى من العراق، من الميليشيات التابعة لإيران في العراق، نعم. ومن إيران نفسها بما فيه قوات أفغانية. يعني هناك يعني قوات من اللاجئين الأفغان في إيران. يعني كل هذا جرى إرساله إلى سوريا لدعم النظام. بس رأس الحرب أو القوة الأساسية كان حزب الله في هذا المجال. فتلقي حزب الله لضربة كبيرة ساهم في إضعاف النظام إلى حد كبير. فعندها يعني اغتنمت هيئة تحرير الشام الفرصة في شن الهجوم، لعلمها أن النظام صار يعني بات في وضع حرج وضعيف من جديد. يعني هي المرة الثالثة. 2013 كان هذا النظام على وشك السقوط لولا التدخل الإيراني. 2015 مع التدخل الإيراني كان من جديد في وضع حرج، انتظروا التدخل الروسي. نعم. والتدخل الروسي كان حاسما، بمعنى أن الطيران القوة الجوية لعبت دور أساسي في الحرب. ولم يكن لدى المعارضة السورية بكل أطرافها سلاح مضاد للطيران بسبب فيتو أمريكي، وهو في الحقيقة أيضا فيتو إسرائيلي يحول دون تسليم سلاح مضاد للطائرات للمعارضة السورية، لأن إسرائيل تخشى أن يعني يصبح مثل هذا السلاح في أيدي معادية لها ويستخدم ضد طائراتها. فيعني إذا التدخل الروسي كان حاسما في تمديد حياة النظام لمدة يعني كل هالسنوات، تقريبا 10 سنوات. لكن مع الظروف اللي ذكرناها، أوكرانيا ثم لبنان، أصبح النظام من جديد في وضع ضعيف جدا. فجاء هجوم هيئة تحرير الشام في هذا الوقت المناسب، والذي حصل طبعا بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية، إلى انتشار اهتراء النظام الداخلي، تحوله إلى مافيا تصدير المخدرات، الكبتاغون وإلى آخره. كل هالأمور أدت إلى انهيار النظام يعني بشكل يعني مفاجئ. طبعا ليس المرة الأولى التي نشهد مثل هذا الانهيار فيها. مثلا أفغانستان، عندما انسحب الأمريكيون في عام 2021 انهار النظام. النظام كان يعني مبنيا بتدريب وتسليح أمريكي، يعني حتى يعني له يعني مقومات الصمود ربما أكثر من نظام بشار الأسد، ولم يكن يعاني من أزمة اقتصادية. ومع ذلك انهار انهيارا كاملا بخروج الحماية الأجنبية. يعني لأنه نظام حكم دمية كما يقال، يعني زي الدمية، حكم تابع، حكم عميل يعني بالنهاية. وهذا ينطبق على النظام الأفغاني كما تبع يعني السابق، كما ينطبق على نظام بشار الأسد في سوريا. المثال الثاني اللي أمامنا هو هجمة داعش في عام 2014 على العراق. تتذكر كيف أن داعش امتدت امتداد هائل داخل الأراضي العراقية مع انهيار الجيش العراقي أمامها. رغم هذا برضه جيش مدرب مسلح، لا أزمة اقتصادية لديه ولا شيء، لكن انهار انهيار كامل أمام الهجوم، هجوم داعش في المناطق، يعني بالأخص في المناطق العربية السنية.
وصولا إلى الموصل، يعني كل هالمناطق اللي انتشرت فيها داعش وأسس، وكانت منطقة واسعة جدا، يعني أكبر من بعض دول، من العديد من دول العالم. ف... يعني نرى نحن كيف أن أنظمة هشة ولديها يعني مقاتلين لم يعد عندهم، لم يعد لديهم حافز ما للاستبسال في الدفاع عن النظام، أو حتى المخاطرة للمجازفة في الدفاع عن النظام، فيتركون سلاحهم ويهربون. بالتأكيد. هذا ما نعم. هذا ما حصل. فبالتالي يعني يلي شاهدناه هو انهيار نظام بشار أكثر ما هو انتصار ثورة. يعني بمعنى لم تحصل ثورة في، يعني هيئة تحرير الشام ليست قوة ثورية، بل هي قوة رجعية بالنهاية. يعني النظام بشار الأسد نظام رجعي، ولكن أيضا هيئة تحرير الشام رجعية من نوع مختلف. يعني استغلت الظروف بشكل مناسب، فامتدت إلى المدن من حلب إلى حمص إلى دمشق. لكن هي بعيدة عن السيطرة على الوضع، يعني حتى على مناطق، يعني بعيدة من السيطرة على المناطق التي كان النظام بشار الأسد نعم. مسيطرا عليها. نعم. نعم. ذكرتم في كتابكم، وأنا أتذكر أنه كتاب الشعب يريد، حللتم الوضع أو الحركات الجماهيرية اللي صارت في 2011، واللي من ضمنها سوريا، بأنها حركة جماهيرية، والحركة الثورية إلى مد وجزر. ووصفت بعض اللي صار بعد الموجة الأولى بجزر، ما جرى في سوريا وما جرى في مثلا اليمن. ولكن أيضا شفنا مدى آخر 2019 قبل كورونا في العراق وفي لبنان. أتصور أنه أنا أخذت ردي جوابي على هالسؤال هذا، ولكن ما زلت أريد أسأله. تعتبر ما جرى في سوريا جزء من المد الرجعي أو جزء من المد الثوري؟ يعني نعرف أنه أكيد الجولاني ما ممكن يكون قائد ثورة، وهيئة تحرير الشام فصيل رجعي بل إرهابي، وهذا مو وصف يعني سياسي فقط، هذا وصف حتى قانوني في العالم هسه. ولكن سقوط النظام بحد ذاته وخروج الجماهير والفرحة العارمة اللي شفناها والغبطة اللي شفناها في كل مكان، هل نرى فيما جرى في سوريا سقوط النظام فقط كجذر ثوري، كمد رجعي؟ لا طبعا، هناك يعني يجب أن ننظر للأمور كتركيب لحالات مختلفة وليست متجانسة. يعني أنا قصدت أن هيئة تحرير الشام وامتداد وتمدد هيئة تحرير الشام ليس ثورة، لأن نعم. هيئة تحرير الشام قوة رجعية، وبالتالي يعني الذي كان قائما، يعني مثلا صدام بين هيئة تحرير الشام ونظام بشار الأسد هو ما أطلق عليه اسم صدام الهمجيات. يعني قوى أراها بالطرفين قوى همجية يعني بالنهاية. لكن انهيار النظام شجع قوى شعبية في مناطق أخرى، يعني حتى في العاصمة أو في ريف دمشق، في منطقة السويدة يلي شهدت منذ عام 2020 انتفاضات شعبية متتالية. هذه جزء من ثورة فعلا، لأنه انتفاضات شعبية تبنت شعارات الثورة السورية الأولى من عام 2011. مطالبها مطالب اجتماعية وديمقراطية.
فرأينا أيضا بدرعا، وبالتالي محافظة درعا ومحافظة السويدة، وجرى تشكيل غرفة عمليات الجنوب من طرف القوى الشعبية نعم. في المحافظتين. فهناك فعلا يعني في هذه في هاتين المنطقتين، يعني ممكن نقول أن هناك يعني تجدد للثورة السورية. نعم. لكن هذا في قسم وجزء مما يجري. أما طبعا الطاغي اليوم على الساحة والطاغي في الإعلام، الطاغي أيضا ما تريده الدول الغربية والعربية نعم. أن يكون هو الطاغي هو هيئة تحرير الشام. يعني يتصرفون مع هيئة تحرير الشام وكأنها مسيطرة على كامل الأراضي السورية، ولا يطالبون مثلا بتشكيل حكومة مؤلفة من كافة أطراف المعارضة، يلي نعم. هو مطلب يعني ديمقراطي بديهي في هذا الوضع. لا، نراهم يعني يتوافدون عند هيئة تحرير الشام. طبعا يطالبون بالنسبة للغربيين يطالبون ببعض الأمور المتعلقة بالدين وبالنساء وبمسائل من هذا النوع، لكن ليس هناك اهتمام بتمثيل قوى المعارضة السورية بالمعنى الفعلي. وهناك إسراع إلى يعني التعامل مع هيئة تحرير الشام كأنها هي الحكم الجديد. وطبعا الغاية عند الأوروبيين هي الأولى، الغاية الأولى هي يعني إعادة قسم كبير من اللاجئين السوريين إلى سوريا. وعند الدول العربية الغاية الأولى هي يعني درء الخطر الأكبر بالنسبة للدول العربية اللي هو الثورة. فهم مرتاحين تماما لهيئة تحرير الشام لأنه قوة رجعية مثلهم، يعني السعوديين والإماراتيين والخليجيين وغيرهم المصريين، يعني مرتاحون إلى أن مثل هذه القوة هي المهيمنة بدل ما تجري من جديد ثورة شعبية ديمقراطية كما رأيناها كما قلت يعني في بعض أجزاء سوريا. فلا يسلط الأضواء على ما يجري في السويدة ولا في درعا، تسلط الأضواء على دمشق، على القصر الرئاسي اللي حل فيه الجولاني محل أو الشرع أحمد الشرع محل محل بشار الأسد. والسيناريو هو نفسه، يعني الاستقبال يعني تبدل الرجل، يعني ربما الطول هو نفسه، لكن واحد ملتحي واحد غير ملتحي، يعني هذا بشار الأسد وواحد أحمد الشرع. وهي هي يعني هذا الوضع اللي نحن فيه. نعم. في مقالة في جريدة القدس العربي ذكرتم أنه يعني ديدن الجملكيات مثل ما سميتهم، جملكيات. نعم. جملكيات العفو، يعني جمهورية ملكية أو عوائل تحكم باسم الجمهورية، ولكن هي عوائل كأنها عوائل ملكية. يعني طبيعة هالأنظمة هاي تصير إنه الدولة والعائلة المالكة والطغمة المالكة تتشابك، بحيث إنه ما ممكن إنه تنهي سلطة النظام القائم بدون ما تنهي الدولة. نفس الشيء صار بالعراق. طبعا وضع العراق مختلف، كان حرب واحتلال وتدمير من قبل المحتل الأمريكي. ولكن نشوف انه في ليبيا ايضا صار نفس الحاله مع انتهاء معمر القذافي، انتهت الدوله ككيان. تقريبا شاهدنا نفس الحاله في اليمن، والان في سوريا نشوف انه الدوله اساسا تتلاشى، يعني ما تبقى دوله، ما يبقى شيء اسمه دوله. نعم. فالسؤال الموجه يعني او السؤال الملح لجميع الاطراف بما فيها حتى هيئه تحرير الشام كائنا ما كان رجعيتها، ولكن هذا هو السؤال المطروح امامها: كيف تعيد بناء الدوله؟ وذكرت هناك انه بناء الدوله ما ممكن يصير الا اذا كانت بناء دوله على اساس الاخذ بنظر الاعتبار مصالح الفئات المختلفة أو المجموعات المختلفة، مثل الكرد، مثل الدروز، مثل المسيحيين. وهذا يعني
بالنسبة لي لما قرأت التعبير هذا، طبعا أكيد أنا أريد حضرتك توضح لي أكثر، ولكن هالعبارة هاي سمعناها كثير بالعراق، وهاي أنتجت محاصصة. كيف ممكن إنه مجتمع أو دولة معينة تنبني على هالأساس هذا، والأخذ بالحسبان أو أخذ بنظر الاعتبار حقوق المجموعات قبل حقوق الأفراد بالمجموعات، انه هاي ما تأسس لحالة مثل ما نعيشها في العراق، ومثل ما نعيشها في لبنان من 60 70 سنة. نعم، تقصد ما يسمى بالمحاصصة. بكل تأكيد، يعني هو نعم، نفس الشعار نعم، ونفس الخطاب نعم، كنا نعم، نسمعه بالعراق، ونتيجته كان انه ما مكتوب على الورق، ولكن رئيس نعم، الجمهورية نعم، نعم، كردي، رئيس البرلمان سني، ورئيس الحكومة نعم، شيعي، نعم، ونفس الشيء نعم، موجود في لبنان. لا. نعم. وفي الحقيقة شوف، التركيب الديموغرافي السكاني لسوريا يختلف عن لبنان وعن العراق، مم. بمعنى أن في لبنان والعراق التوازنات الطائفية يعني ليست ليس يعني هناك شيء من التوازن الطائفي على صعيد البلد ككل. بينما في سوريا في أغلبية طاغية، يعني هي يعني، نعم. وهناك أقليات فعلا بهذا المعنى. مم. ومن المعروف طبعا أن النظام بشار الأسد ادعى حماية الأقليات في وجه قوى سنية سلفية، يعني قوى أصولية دينية. لكن الموضوع أعتقد ليس على صعيد طائفي في سوريا اليوم، بل الموضوع بالدرجة الأولى على صعيد سياسي، قد يعني قد يتخذ صبغة طائفية إذا سارت هيئة تحرير الشام في هذا الاتجاه. وهذا طبعا محتمل جدا، لأنها قوة، هي أساسا قوة طائفية، قوة سلفية جهادية وبالتالي طائفية أيضا ضد يعني يعني هناك عندها إيديولوجيا عداء للعلويين وللدروز ولغيرهم من الأقليات الطائفية في سوريا. الموضوع الأساسي، يعني نحن نتكلم عن يعني ما يسمى بالدول الميراثية. هي طبعا في المنطقة العربية الدول الميراثية هي أولا الدول الملكية، يلي هناك 8 دول ملكية في المنطقة العربية، يعني 6 في الخليج زائد الأردن والمغرب. وبعض ما يسمى يعني ما تسمي نفسها بالجمهوريات، وهي في الحقيقة جملكيات، يعني أشبه بالملكيات. وكانت الحالة آه، في 3 بلدان، هي آه، سوريا الأسد، آل الأسد، العائلة المالكة. عراق يعني عراق صدام حسين، يلي لولا التدخل الأمريكي كان ورث الحكم أحد أبنائه يعني. وشيء نفسه على ليبيا القذافي. برضه هناك يعني ثورة مدعومة بالتدخل الخارجي أدت إلى سقوط النظام. طيب، في مثل هذه الحالات الدولة والنظام فيهم بينهما ترابط عضوي، بمعنى أن النظام يستعمر الدولة ويضع يعني أفراد مرتبطين به عائليا، قبليا، طائفيا، عشائريا، اللي بدك إياه. يعني كل هالوشائج هاي تربط الحكم المركزي بأجهزة الدولة. ها؟ فبالتالي عندما تقول سقوط النظام في مثل هذا الوضع، هذا النظام ارتباطه الوثيق بالدولة، بجهاز الدولة ككل، يؤدي يعني سقوط النظام يعني أيضا سقوط جهاز الدولة، سقوط المؤسسة العسكرية، انهيارها كما رأينا في سوريا، كما رأينا في السابق في أماكن أخرى. وهروب يعني
قسم كبير جدا من أزلام الدولة. وبالتالي يعني آه، يعني يضع البلاد أمام مهمة إعادة بناء هذه الدولة. هلا القضية أن كيف يعاد، يعني كيف يعاد بناء الدولة. أنا طبعا يعني أنت ذكرت، بس كتبت مقال بهذا العنوان، يعني كيف يعاد بناء الدولة في سوريا. أنا لا أرى سبيلا ديمقراطيا إلى إعادة بناء الدولة في سوريا سوى يعني خطوات أعتقد واضحة. هي أولا حكومة ائتلافية تمثل فيها كافة أطراف المعارضة، وتمهد لانتخابات لانتخاب جمعية دستورية، جمعية تأسيسية، يعني جمعية دستورية بمهلة أقصاها سنة، يعني لا تقل عن سنة، للإتاحة للقوى السياسية من إعادة تنظيم نفسها على الساحة السورية، لكن لا تزيد عن السنة، لأنه يعني هذا البلاد بحاجة لحكم يكون له مشروعية. طيب، ما نراه هو مختلف تماما. نرى أن هيئة تحرير الشام استعجلت إلى تشكيل حكومة منها، هي استمرار لحكومة إدلب في النهاية، وتحاول إعادة بناء أجهزة النظام، يعني من جيش وغيرها، من خلال سيطرتها هي المركزية على هذه العملية. لا تشرك الأطراف الأخرى في المعارضة، سواء الأطراف التي ذكرناها في درعا والسويدة وغيرها، أو طبعا الحركة الكردية في الشمال الشرقي، يعني في الكانتونات أو روجافا كما تسميها قوات سوريا الديمقراطية، يعني. فلا، ليست من نية حتى لدى هيئة تحرير الشام في إشراك هؤلاء. تصريحات هيئة تحرير الشام يعني ليست مطمئنة على المستقبل. أحمد الشارع قال ربما يعني انتخابات تتم بعد 4 سنوات. أوف، يعني يريد أن يتحكم بالكامل بالوضع السوري لإجراء انتخابات على طريقة انتخابات بشار الأسد، يعني انتخابات صورية. وإلا ما معنى 4 سنوات، يعني. ونراه يعني يطلق فرمانات كمثلا لا، يعني يعني لا يجوز لأي قوة غير القوة الرسمية، يعني هيئة تحرير الشام بالنهاية، لأنهم عم بيسيطروا على ما يسمى بالدولة حاليا. ف يعني لا تبشر بالخير إطلاقا بكل تأكيد. تصرفات هيئة تحرير الشام حتى الآن، بل هي مقلقة فعلا على مصير سوريا. يعني أخشى أن الفرحة لا تدوم إذا استمر الوضع بهذا الشكل. بكل تأكيد، ولكن سؤالي كان حول طبيعة السلطة المقبلة، يعني نعم. الهاجس اللي موجود إنه الدول اللي تتفلش بهالصيغة هاي، خلينا نعبر عنها، يعني تنهار بكلية، إعادة بنائها في غياب مثلا أيديولوجية قومية أو وطنية أو جهة سياسية تمثل ما تسمى بهوية الشعب بأكمله. فممكن تختار يعني خليط من الهويات المختلفة، وعلى أساس الهويات هاي ممكن إنه في ممثلين للهويات المختلفة نعم. يشاركون بالسلطة. ولكن كيف ما عبرنا عنها بالنهاية هاي ممكن تكون دولة محاصصاتية. يعني احنا أمام خطر. يعني المقال اللي حضرتك اللي قريته بالقدس العربي، يعني حتى
البديل المتاح أو المطروح، وطبعًا أنا ما أناقش بوضعية هاي، لأنه كأنه من الناحية الموضوعية، من الناحية الواقعية الواحد يشوفه هو هذا اللي موجود، ولكن مع هذا كأنه إحنا ما راح نخرج من هالإطار هذا. وطبعًا نعم، بالمناسبة الدولة الطائفية والدولة نعم، المحاصصاتية المعنى هاي دولة نعم، مستبدة بدون الحاجة إلى الشرطة. إحنا في كردستان هسه عندنا دولة فيدرالية، الناس في كردستان اليوم ما أخذوا رواتبهم لمدة 3 أو نعم، 3 نعم، أشهر أخيرة، وهذا يصير كل سنة تصير بدون ما نعم، يكون نعم، للناس أي قدرة على الاحتجاج وعلى تغيير الواقع. فالوضع يعني لا يبشر بالخير بالجهتين، حتى بالجهة اللي ممكن. نعم، نعم. لا شوف، لا أعتقد أن موضوع المحاصصة هو موضوع وارد، يعني كما ذكرت لك، يعني سوريا ليست لبنان أو العراق، نعم، وضع مختلف. أعتقد الموضوع الأساسي هو موضوع التمثيل السياسي، وتشكيل يعني حكم على الأقل في مرحلة انتقالية تمثل فيه كافة الأطراف، وتنبثق عنه في يعني بعد فترة دستور جديد. وهذا الدستور يعني أرى من الصعب جدا أن يكون دستور محاصصة. نعم، يعني أتوقع يعني على الأقل لو بتتم العملية بهذا الشكل الذي أقول فيه، أعتقد هذا يؤدي إلى يعني دستور ديمقراطي. يعني هذا على الأقل المبغى من الموضوع، لأنه إذا جمعت كل أطراف المعارضة، فبالتالي لا يمكن الاتفاق بين الأطراف كلها، بين الأطراف الحالية الموجودة حاليا على الساحة السورية. يعني لا يعني القاسم المشترك الذي يستطيع أن يؤدي إلى التعايش في دولة سورية جديدة لا يمكن سوى أن يكون ديمقراطي، مع درجة عليا أيضا من اللامركزية، يعني من إتاحة الحكم الذاتي لروجافا، للمنطقة في الشمال الشرقي السوري، يعني منطقة الجزيرة. يعني هناك يعني ضرورة للديمقراطية في تناول هذه الأمور ولحل هذه الأمور. والديمقراطية ليست محاصصة، هي تمثيل. يعني هنا نتكلم عن اللامركزية، عن قدرة المناطق المختلفة على أن يكون لها درجة من الحكم الذاتي والإدارة الذاتية. وهذا يجري في كافة الدول، حتى الدول التي لا طوائف فيها. يعني فبالتالي ليس هذا هو بذاته محاصصة. آه، و و وهكذا يمكن أن تبني يعني دولة ديمقراطية قادرة على العيش. أما المسلك الحالي فهو ليس باتجاه محاصصة، بالعكس هو باتجاه يعني سيطرة طرف واحد، و ومشروع إعادة بناء دولة يعني ليست في الحقيقة بديل فعلي عن نظام بشار الأسد. يعني بالنهاية أنه إذا كانت الثورة السورية في 2011 كانت ثورة من أجل الديمقراطية، وهذه هي الحقيقة، فهيئة تحرير الشام لا تمثل إطلاقا تلبية لهذا الهدف، بل تمثل هيئة تحرير الشام يعني صيغة أخرى مضادة لهذا الهدف. ونحن نعلم أن قبل أشهر في العام الماضي، قبل أشهر يعني، حصل تظاهرات في إدلب في منطقة هيئة تحرير الشام ضد الجولاني وضد هيئة تحرير الشام، احتجاج على القمع وعلى يعني التعسف القائم هناك. فيعني لذلك يعني عندما أنظر إلى هيئة تحرير الشام لا يمكنني في أي يعني بأي شكل من الأشكال أن أكون متفائلا بأن بسحر ساحر تتحول هيئة تحرير الشام ويتحول معها أحمد الشرع إلى ديمقراطيين. هذا غير معقول، هذا لم يحصل في التاريخ يعني بهذا الشكل. وكما قلنا يعني كافة أفعالهم حتى الآن يعني تؤكد السيناريو الأسوأ.
يعني لم يقوموا بأي شيء يمكن أن يعني فعلا يبشر بالخير. يعني ما في يعني ما في يعني في يعني طبعا قد يقول البعض والله لم يسيطروا بالكامل ولم يفرضوا هذا ولم يفرضوا كذا، بس ما عندهم القوة بعد لفرض كل ذلك. يعني اليوم هيئة تحرير الشام بدمشق ليس لها سيطرة على الساحة السورية مثل ما كان عندها سيطرة في إدلب. ها؟ موازين القوى مختلفة تماما، ولذلك هم يعني ممكن أن نقول هم يتقدمون يعني بتأني ببعض الحذر. طبعا أبدوا حذر، بعض الحذر من التسرع. هم أذكياء في هذا المجال، فاهمين مدركين أنهم لو تسرعوا في إعلان طبيعة الحكم الذي يريدون إرساؤه لا صارت في وجههم يعني انتفاضة أو ثورة، أو كانت الناس أصلا تصدت لهم في الموصل وعفوا في حمص وفي دمشق. لا هم يعني متقدمين بمع يعني يحاولون الابتسام، لكن بطريقة غير مقنعة، لأنه الابتسام شيء والأفعال شيء آخر. بكل تأكيد كلامك صح تماما. وطبعا أنا قرأت وتابعت البارحة من كان في قرارات على سبيل المثال كيف نجلس في الباصات، الشباب في المقدمة والنساء في مؤخرة الباصات، وهذا صار تعميم طبعا في كل المحافظات اللي عليها سيطرة جماعة هيئة تحرير الشام نفذوها. ويعني التحرش الإسلامي على النساء، يعني أختاه حجابك أختاه حجابك، هاي نشوفها حتى بالأحياء اللي تسكنها التابعين للديانة المسيحية اللي ما عندهم أي شيء يعملوه مع الحجاب. فالموضوع يعني ما أتصور أنه هم مو متسرعين، يعني ما سووها من أول يوم مثل ما طبعا طالبان سواه في أفغانستان. ولكن أيضا هم مستمرين بهالاتجاه هذا. بالمناسبة أفغانستان حضرتك بوحدة من المقالات تذكر أنه سوريا ما ممكن تصير أفغانستان، أو ما ممكن أنه تتطور بهالاتجاه هذا، بس هل من المستحيل أن تتطور باتجاه أخطر من أفغانستان؟ يعني إحنا أفغانستان مجتمع قبلي ويتقبلون هالمعاملات الغير إنسانية مع النساء، مو يتقبلوها طبعا، في احتجاج وفي مواجهة هناك أيضا. يعني ما نقول إنه مجتمع أفغانستان ساكت عن هذا الوضع، ولكن يعني لهم هيمنة بحيث يقدرون يجبرون الناس على هي. ولكن في سوريا هذا تقريبا مستحيل انه يتصرفوا نفس التصرفات، انا كمان اؤيد. ولكن هل من المستحيل ان يتحول الوضع بما نشوف مثلا نسخة نعم. أخرى من الرجعية الإسلامية تكون أخطر من أفغانستان؟ نعم، نحن طبعا رأينا في سوريا وفي العراق ما يشبه الطالبان مع داعش. نعم. تنظيم الدولة الإسلامية يعني أسوأ من الطالبان يعني. لا، الفرق بين أفغانستان وسوريا هو موازين القوى. الطالبان كانوا قوة ضخمة، يعني صمدوا وامتدوا واستطاعوا يسيطروا على قسم الأكبر من أفغانستان وليس على منطقة صغيرة كإدلب. سيطروا على القسم الأكبر من أفغانستان ومع وجود الجيش الأمريكي هناك. يعني كانوا فعلا قوة كبيرة. وبالتالي عندما انهار نظام الدمية، الحكم الدمية اللي كان قائما في كابول، بسرعة استولوا الطالبان على كل شيء وفرضوا هيمنتهم وفرضوا سلطتهم، وكان عندهم يعني قوة كافية لذلك. وحتى نراهم تدريجيا يعني يزيدون الوطأة على النساء. يعني حتى القرار الأخير هو فرض يعني إغلاق النوافذ الأمكنة التي فيها نساء، يعني في البيوت في المنازل. يعني المطبخ يجب
أن لا يعني يكون له نافذة شفافة لئلا يرى من هو خارج المطبخ النساء داخل المطبخ. يعني فعلا درجة من التخلف والعداء للنساء شغلة عجيبة يعني فعلا، يعني تتخطى كل ما يمكن تصوره ولا علاقة لها بالدين. يعني وضع النساء في 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 الدولة الإسلامية الأولى، وفي عهد يعني النبي وفيما بعد، كان يعني أكثر انفراجا بكثير مما هو في حالة طالبان. عندنا نحن حالة في المنطقة العربية أخرى شبيهة بالطالبان، هي حالة الحوثيين أنصار الله في اليمن. هم تماما يعني هم نسخة أخرى للطالبان. طبعا طالبان في إطار سني، أو لا في إطار زيدي، يعني فرع من الشيعة. وكان عندنا داعش في العراق وسوريا. هيئة تحرير الشام ليست من هذا الفصيل الأقصى، يعني في الجانب الديني، لكن رجعيين بما فيه الكفاية. يعني ليس إلى حد إغلاق، يعني فرض إغلاق يعني مثلا عندما يفرضون التمييز في الباصات، على الأقل ليس بودهم منع النساء من الخروج كما هو في أفغانستان أو حتى في اليمن في المناطق الحوثية، يعني حيث ترى صور عديدة لا ترى فيها امرأة واحدة يعني في الشارع. ف يعني لا أعتقد أن يعني طبعا هم عندهم برنامج رجعي إزاء النساء أيضا، تبين ذلك في ما ذكرته، لكن أيضا مثلا تعليماتهم بالنسبة لبرامج التدريس وتغيير الكتب التدريس يعني أثارت مشاكل كبيرة، وغيرها من الأمور التي أيضا يعني نكرر لا تبشر بالخير. فهذا التفاؤل الذي رأيناه، أنا رأيته فعلا يعني توهم في أحسن الأحوال، وفي أحوال أخرى تعامي أو تغافل عن حقيقة ما يجري. لا، الوضع مقلق. وإذا يعني وطبعا الطريق الذي تسير عليه هيئة تحرير الشام مؤداه إعادة اشتعال الحرب في سوريا، نعم. بين هيئة تحرير الشام والقوى الأخرى، الحركة الكردية، قوى الجنوب وغيرها، التي لن تقبل بهيمنة هيئة تحرير الشام. ولذلك أنا قلت يعني لا مجال لتحول لبناء دولة في سوريا سوى على الأساس الديمقراطي. يعني من يتصور أن هيئة تحرير الشام تستطيع بناء دولة إسلامية كما هي تريدها، يعني دولة بالمفهوم الديني، يتوهم أيضا، لأنه لن يتمكنوا من ذلك. يعني مهما دعمتهم تركيا، ما ننسى أن الداعم الكبير هنا واللاعب الكبير هو تركيا، وأيضا هي تركيا التي تحد أيضا شوي من تطرفهم يعني شبكة الإخوان العالمية أيضا، نعم ومتمثلة بالتأكيد. بس بقطر. طبعا بس الإخوان صاروا ضعفاء جدا يعني على الصعيد الإقليمي، بينما تركيا طبعا قوة كبيرة، وتركيا لها دور أساسي. وطبعا تركيا اهتمامها الأول هو العداء للكرد، للحركة الكردية، و و وما يحد من ذلك الآن أن هناك يبدو محاولات تجري حتى في تركيا بين أردوغان والبيكاكا، يعني في البيكاكي تجري، يبدو محادثات ومحاولة التوصل لشيء من التسوية السلمية. فهل هذه تؤثر على الموقف مما يجري في سوريا؟ لست أدري، لكن لغاية الآن النظام التركي يعني
هاجسه الأول في سوريا هو ضرب الحركة الكردية كما نعلم. وهيئة تحرير الشام مرتهنة إلى حد كبير بتركيا وقطر. هناك دعم مالي تركي وقطري لها، ودعم متعدد الأوجه. ف يعني هل تستطيع مع هذا الدعم أن تسيطر؟ لا، أشك كثيرا في ذلك. لا أراها قادرة على مثل هذه السيطرة. على الأقل يعني أي محاولة بهذا الاتجاه ستؤدي إلى حرب أهلية أو إعادة اشتعال الحرب الأهلية، وهذا طبعا مؤسف جدا، وهو نتاج عدم رغبة هيئة تحرير الشام سلوك الطريق الديمقراطي. فخلافا لما يقال وإلى آخره، لا، الجماعة لم يبينوا على الإطلاق أي نية فعلية في سلوك طريق الديمقراطية الذي يمر ب يعني تمثيل كافة أصناف، كافة أطراف يعني القوى السياسية كافة الموجودة على الساحة السورية، و يعني الانطلاق بسيرورة ديمقراطية عن طريق الانتخاب، يعني الدستور الجديد لا يصنعه أحمد الشرع وسواه في غرفة مغلقة، بل تتم صياغته من قبل جمعية منتخبة، جمعية دستورية، جمعية تأسيسية كما تسمى، منتخبة، يعني بانتخابات حرة ونزيهة تمثل فيها كافة الأطراف السياسية. وهذه الجمعية تصوغ دستور جديد، وعلى الطريقة اللي حصلت في تونس بعد الثورة، اللي كانت السيرورة الأكثر ديمقراطية بين كل السيرورات التي رأيناها بعدما سمي بالربيع العربي بال 2011. كانت ما جرى في تونس، يعني حيث فعلا جرت عملية دستورية بطريقة ديمقراطية. لكن ليس هذا ما نراه، للأسف الكبير والشديد، ليس هذا ما نراه حاليا في سوريا. أوكي. يعني كشخص شيوعي أو ماركسي، الإنسان ممكن يشوف إنه الأنظمة الديمقراطية في النظام الرأسمالي عادةً ما كانت محصلة لصراع بين قوى اجتماعية مختلفة. يعني الديمقراطية الليبرالية، وطبعًا حضرتك أنا قرأت المقال، ما تعني ديمقراطية بمعنى ديمقراطية اللي موجودة مثلًا في باكستان. تعني ديمقراطية دولة ديمقراطية، دولة مدنية، غير قومية، غير إثنية، وغير دينية أو تابعة لأي دين بمعنى وغير المعنى، عسكرية طبعا. وغير عسكرية. هذا الطرح، وجود هكذا دولة، يعني بتعبير آخر أن يكون دولة ديمقراطية، ولكن بالمعنى الليبرالي للديمقراطية، مو أي ديمقراطية، لأن ديمقراطيات مختلفة. الديمقراطية الليبرالية في الغرب كان محصلة لصراع بين قوى اجتماعية وطبقية متضادة. يعني ممكن كثير يقولون الرأسمالية تتلائم مع الديمقراطية، والأساسا الرأسمالية تستوجب أنه يكون في نظام ديمقراطي، ولكن التاريخ والوضع الحالي بالعالم يقول لنا غير هذا. يعني الصين أكبر دولة رأسمالية وأشرس دولة يعني مستبدة موجودة في العالم، في عالمنا اليوم، وعندها أكثر يعني تقدم أو تطور أو نمو اقتصادي. فبهذا أنا أتصور إنه في منطقتنا اللي نفتقده، التطرف اليميني موجود، ولكن التطرف اليساري اللي ممكن يوازي ويوازن هالتطرف اليميني ما موجود. فإذا أخذنا هذا بنظر الاعتبار، شنو تصورك، أو شنو يعني بتصورك اليسار ما على اليسار أن يفعل في سوريا؟ نعم، أولا يعني الموضوع ليس موضوع الديمقراطية الليبرالية. إمم. نحن لسنا ضد الديمقراطية الليبرالية إذا كان المقصود الانتخاب الحر، الحرية السياسية. يعني هذه مبادئ ديمقراطية أساسية.
وطبعا لو الخيار بين الديمقراطية الليبرالية وبين الاستبداد، نفضل الديمقراطية الليبرالية بدون أي تردد بلا أي شك. لكن يعني يعني التعبير أو نعت الليبرالية يجب أن يوضح، لأن هناك فهم مثلا الليبرالية السياسية شيء، الليبرالية الاقتصادية شيء آخر. يعني مثلا الإنسان اليساري يعني طبعا مناهض للليبرالية الاقتصادية، لكن هذا لا يعني أن يكون مناهضا للليبرالية السياسية بمعنى الحريات وغيرها من الديمقراطية. طبعا هناك الكثير من الذين يدعون اليسار يخلطون بين هذا وذاك، وينتهي بهم الأمر إلى دعم بشار الأسد ودعم يعني أنظمة استبدادية على هذا الشكل، يعني فلاديمير بوتين و... والحكم الصيني وغيرها. لا، نحن يعني أعتقد أن قيمة الديمقراطية والحرية قيمة يسارية أساسية، قيمة تقدمية أساسية، وقيمة عامة، قيمة تقدمية على الصعيد الشعبي. يعني الناس تواقة إلى الديمقراطية، ورأينا ذلك في 2011 في المنطقة العربية، يعني في بعض الدول العربية رأيناها مجددا في 2019، حركات كما يقال مطالبة بالديمقراطية. يعني هناك عطش إلى الديمقراطية في المنطقة. للأسف يواجه هذا العطش إلى الديمقراطية بالقمع والبطش والهزائم. لغاية الآن لم يعني الحالة الوحيدة التي أسفرت عن ديمقراطية سياسية، وهذا تعبير أدق من الليبرالية، ديمقراطية سياسية لفترة مهمة، هي تونس. لكن لم يدم الأمر أكثر من 10 سنوات، وجاء انقلاب قيس سعيد وإقامة حكم، يعني حكم قراقوشي، يعني بالنهاية حكم استبدادي، لكن بشكل يعني فعلا شبه كاريكاتوري يعني. للأسف يعني. طب السبب في ذلك هو أنه الأمور يعني لا يكفي أن تشكل حالة سياسية ديمقراطية في البلاد كما حصل في تونس مع دستور متقدم. الدستور التونسي متقدم كان لكن هذا لا يكفي إذا لم يتم تحديدا تغيير الحالة الاقتصادية الاجتماعية. وهذا يتطلب سياسات اقتصادية واجتماعية، سياسات تقدمية، ليست سياسات نيوليبرالية كما تقال، ليست سياسات مبنية على أولوية السوق والخصخصة، بل سياسات مبنية على دور مركزي للدولة في التنمية الاقتصادية، وفي محاربة الفقر، وفي إشاعة يعني التقدم الاجتماعي، وفي توفير الصحة والتعليم وغيرها لكن بمستويات يعني يعني رفيعة المستوى، خلافا لما يجري في منطقتنا. فهذا كان ناقصا في تونس، وهذا ما أدى إلى انهيار التجربة وقدرة قيس سعيد هناك في الاستيلاء على الوضع. نحن بعيدون هلا في سوريا، يعني حتى الغلاف السياسي، المشروع السياسي القائم لا علاقة له بما حصل في تونس. في تونس طغى مشروع سياسي فهم للدولة للدستور متقدم وديمقراطي فعلا بعد الثورة بال 2011، بينما في سوريا الطاغي حاليا مفهوم رجعي، قوة رجعية كما قلت. ليست هذه، لا تقود ثورة، لا يمكن أن تكون ثورة بقيادة هيئة تحرير الشام، ليست من ثورة بقيادة رجعية. هذه قيادة رجعية تريد إعادة بناء دولة قمعية بسرعة ودولة رجعية. وطبعا يعني نحن بالتالي يعني القوى اليسارية اليوم أو التقدمية التي لا تزال أو تعيد تشكيل نفسها في سوريا
مهمتها الأولى والمركزية هي المعركة الديمقراطية. هذه المعركة الديمقراطية طبعا ترتهن ببعض الأمور الاجتماعية وغيرها، طبعا أكيد يعني النضال الاجتماعي مستمر، لكن المعركة المركزية اليوم في بلد كسوريا هي موضوع الديمقراطية ضد النظام القمعي الرجعي الذي تحاول هيئة تحرير الشام أن تفرضه على البلاد. جميل جدا، شكرا جزيلا. وعدناك بساعة رفيق جلبير، ما أقدر أطول، ما أريد أطول عليك، ولكن طموحي أنه يعني يصير عندنا فرص أخرى لبرامج أخرى حول ما يجري في العالم وفي المنطقة. طبعا أكيد عندي أسئلة كثيرة باقية، بس يعني لازم ألتزم بوعدي. أهلا وسهلا بك يا عزيزي، أهلا وسهلا. شكرا جزيلا، ومرة أخرى أنا ممتن جدا للفرصة اللي أتاحت لي لهذا اللقاء، وأتمنى يتكرر بالمستقبل. شكرا. شكرا لك. نعم أعزائي المتابعين، بهذا ننهي برنامجنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في برامج أخرى ومواضيع أخرى. برامجنا حول سوريا راح تستمر، وهناك ضيوف آخرين راح يشرفونا بالبرنامج. أنتم مساء أينما كنتم.